هل فعلا بني ادمين قدرت ان هي تسافر عبر الزمن؟ هل فعلا الزمن على الطيارات والساتلايتس مختلف تماما عن الزمن الموجود على الارض؟ هل فعلا النجوم ممكن تشوف الماضي بتاعنا واحنا نشوف الماضي بتاع النجوم؟ طبقا لناسا ان كل الناس تقريبا بتتحرك بسرعه متساويه وهي ثانيه لكل ثانيه، بس انت لو عايز تسافر عبر الزمن فانت محتاج ان انت تمشي بزمن اسرع من الثانيه في الثانية. من 100 سنة ألبرت أينشتاين علمنا كيفية عمل الوقت، وده عن طريق نظرية النسبية اللي قالك إن الزمان والمكان الاتنين مترابطين. قالك إن كل ما زادت السرعة كل ما الزمن قل. طبعا العلماء ما سكتوش على حاجة زي كده، قالك ما تيجي نجرب نظرية أينشتاين دي ونعرف هي صح ولا غلط. جابوا 2 مسكوا كل واحد ساعة، واحد وقفوه على الأرض ما اتحركش والتاني ركبوه طيارة. الطيارة دي كانت بتلف حوالين الأرض في نفس اتجاه غزل الأرض حوالين نفسها اللي هو عكس عقارب الساعة. الراجل بعد ما خلص رحلته نرجع تاني للراجل الموجود على الأرض والاتنين بصوا في الساعات. على فكرة أنا نسيت أقولك إن الساعات دي كانت مظبوطة بالظبط زي بعض. وكانت المفاجأة الراجل اللي كان راكب الطيارة الساعة بتاعته مأخرة عن الراجل اللي كان واقف على الأرض، ومعنى كده إن نظرية أينشتاين كانت صح. كل ما السرعة زادت اللي هو الراجل اللي كان راكب الطيارة كل ما الزمن قل، عشان كده ساعته كانت مؤخرة. معنى كده إن الراجل ده كان بيمشي بزمن أسرع من الثانية في الثانية، يعني الراجل ده سافر عبر الزمن. تاني حاجة في نظرية أينشتاين إنه قالك إن الجاذبية بتعمل انحناء للزمان والمكان. بالبلدي كده الجاذبية كل ما زادت كل ما الزمن بقى بطيء، وكل ما الجاذبية قلت كل ما الزمن بقى سريع. تعالى بقى نطبق الموضوع ده على أرض الواقع. عارف الساتلايتس؟ الأقمار الصناعية بتبقى موجودة حوالين الأرض. خليني أقولك إن الساتلايت ده بيبعد عن الأرض 20200 كيلومتر. جابوا تاني الراجل اللي لابس ساعة موقفينه على الأرض وبصوا على الساعة اللي معاه وبصوا على الساعة اللي موجودة في الGPS اللي على الساتلايت، لقوا إن في فرق جامد جدا. الساعة اللي موجودة على الساتلايت بتمشي أسرع من الساعة اللي الراجل لابسها واقف فيها على الأرض. ده بقى بسبب الجاذبية. الراجل اللي واقف على الأرض الجاذبية بتاعت الأرض عنده قوية جدا، أما اللي موجود في الفضاء فالجاذبية بتاعته بتبقى أقل من الراجل واقف على الأرض، عشان كده الزمن عنده ماشي أسرع. معنى كده إن الساعة اللي موجودة في الساتلايت بتمشي أسرع من الثانية في ثانية، يعني بتسافر عبر الزمن. طبقا لاينشتاين ذات نفسه قال لك ان احنا ما ينفعش نسافر عبر الزمن، لان انت عشان تسافر عبر الزمن محتاج ان انت تسافر بسرعة اسرع من سرعة الضوء اللي هي 300,000 كيلومتر في الثانية، وده استحالة. جسمك ذات نفسه مش هيستحمله، هيبتدي ان هو يتفكك لاجزاء ويمشي. يعني في سفر عبر الزمن؟ لا، ما فيش سفر عبر الزمن. طب ايه حوار النجوم اللي احنا بنشوف الماضي بتاعها وهم بيشوفوا الماضي بتاعنا ده؟ بص يا سيدي، هسحلك شويه في الحته دي واخلي دماغك تسيح. لو انا واقفه كده وببص على نجم بعيد وليكن اي نجم موجود في السماء، النجم ده مش موجود مكانه اصلا، النجم ده مشي. هفهمها لك بالراحه. بص يا سيدي، انا نجم ابعد عن الارض مليارات الكيلومترات، طلعت مني ضوء وراح في طريقه الضوء ده للارض.